يقول احكي لنا عن المسيحيين واليهود شنك تتجرأ. طبعا أتجرأ، أنا قلت الأديان كلها بشرية، لكن هذا معتقدي وأنا حر فيه. اليهودية غير تبشيرية أبدا. إذا ما يكون أمك وأبوك يهوديين وكذا ما تصير. وجاعد تبني لكم بإسرائيل، بنت لكم 400 مسجد عملاق وفوق الأقصى زاد الأقصى 400 مسجد، ما عندها مشكلة خالص معك، تبني لك معابد لا تشبع لا تقول حاج. هاي اليهود. أنتوا ما في عندكم، يجوز في معبد بالدولة كلها واحد أو ما في، أغلب الدول ما في. زين يهودي صيروا مثلهم. طيب لا، أقول لكم المسيحيين بأوروبا هنا جوامع لك حريتك، يضمنون حريتك الدينية وكذا، وتبشر بدينك عندهم وفي عقر دارهم. حتى لدرجة أنه في أثينا مرة سووا جامع صلوا بيه ناس لاجئين من الحكومة اليونانية، قالت لهم صلوا. أوكي، وين المشكلة؟ كانت خطبة الجمعة مقاطعة الغرب الكافر. أوكي تمام، حلو، ما أجملكم جميلين. وتأخذون ضرائب زاد بألمانيا من ريع ضرائب الرقصات، رواتبكم من جوب سنتر من الرقصات والخمور والدعارة المرخصة، وتروح تحجون بها بالسعودية تلعنون الألمان والهولندية. المسألة نحن نمر بأزمة أخلاق، العالم العربي والإسلامي يمر بأزمة أخلاق، نصوص بلا 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 وقلة أخلاق رهيبة تجاه الآخر المختلف عنك. تعودوا على الدين الأوحد، يقول لك واللون الأوحد والشكل الأوحد، ما يتقبلون لا رأي آخر ولا فكر مختلف ولا شخص آخر ولا لون مختلف ولا رجل مثلا صفوق الشيخ اليوم يغرد خارج الصندوق، خارج القطيع، خارج السرب، يقول لك لا لازم تنضم للسرب. لا، ما انضم للسرب، خلك أنت مع القطيع وأنا خارج الصندوق وخارج السرب وأرى الأمور من زوايا منفرجة. أنت تقدر تخلي مسيحي يفوت على مناطقكم ويبشر بدينه وكذا، ما يطلع عايش من منطقتك. أجبرتني أحكي عنهم شلون؟ ما مو هم مؤذين، ما عندهم أذى اليوم، لا المسيحية ولا اليهودية ولا عباد الصخل ولا عباد جحش ولا عباد البقر ولا اللي يعبد فيش كهرباء يأذي. غير أنت تتدخل بكل شيء. أنا وما حدا غيري، وأنت جيت آخر دين آخر واحد، وأنت وما يعني جاب الأخير ويريد الأولية. هذا مثل عربي على فكرة.